يعني انت لو زوجتك كويسه حافظ عليها، ما تطفشهاش. يعني احنا بنقول ايه؟ ان الرجاله الكويسه قليله، الستات برضو الكويسه قليله. فانت لما ربنا يرزقك بزوجه كويسه، دي برضو من الحاجات القليله في الدنيا اللي ربنا يعني جابها لك نعمة في حياتك. فانت حافظ على النعمة دي عشان ما تزولش منك، وبعد كده ترجع تقول يا ريتني وانا دي هي كانت ست الدنيا، هي كانت نور الدنيا هي. وساعتها يعني انت هتفضل تقول كده، هتبقى هي خلاص بقى مش موجودة يعني. طب وليه وهي موجودة دلوقتي؟ حافظ عليها، قول لها كلام حلو، قول لها شكرا. يعني حتى لما هي تعمل حاجة في البيت قول لها شكرا. لما هي تعمل حاجة مع أولادك كويسة قول لها شكرا. لما هي تعمل حاجة معاك انت شخصيا كويسة قول لها شكرا. شكرا يا حبيبتي، شكرا، تسلم ايدك، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي لينا. آه، الكلام ده على فكرة بيخلي الست تعمل وتجتهد وتعمل وتدي احسن ما عندها، وتدي احسن ما عندها لبيتها وجوزها وولادها. ما تستخسرش فيها الكلمة وتقول لا انا مش هقول لها، لا انا مش هعمل لها، لا هي اساسا ما تستاهلش، دي ست نكدية، دي ست بتعمل. لو هي نكدية اقعد اتكلم معاها، اقعد يعني قول لها مثلا انتي ليه بتعملي كده، انتي اتناقش معاها، شوف هي نكدية ليه، شوف هي بتعمل ايه في حياتها. ما يمكن عليها ضغوطات وهي قرفانه من حياتها ومش لاقي حد تتكلم معاه ولا تقول له، وانت قايل لها ما تتكلميش مع دي وما تتكلميش مع دي طب هي تتكلم مع مين؟ تفضفض مع مين؟ خليها تفضفض معاك وتتكلم معاك وتقول لك انا عندي واحد اتنين تلاته، يمكن الموضوع ده تحلوه مع بعض. ما يبقاش كله كده ضرب فيها وهي ضرب فيك، والحياة الزوجية كده بتبقى منيلة بنيلة يعني. فانتوا خليكوا لطاف مع بعض، خليكوا كويسين مع بعض. حتى لو لا قدر الله الامور في يوم من الايام وصلت يعني خلاص بقى ان ما فيش عشرة بينكوا، خلاص بقى خلاص يعني اخر حاجة ما فيش عشرة بينكوا، لا قدر الله ممكن ان انتوا تسيبوا بعض، بس بلاش اهانات، بلاش ضرب، بلاش شتيمة، بلاش حاجات مش كويسة. احنا دلوقتي مثلا هنتكلم كزوجين كويسين مع بعض. اتكلموا كويس مع بعض، خليكوا كويسين مع بعض، حبها، قول لها شكرا على اللي انت بتعمله لنا، قول لها اساعدك في حاجة في البيت، انت عايزاني اعمل لك حاجة. الحاجات دي كلها على فكرة ما بتقللش منك، بالعكس دي بتكبر منك على فكرة، وبتخليك كبير قوي في عينيها وعين اهلها كمان. لما هي تيجي تشكر فيك قدامهم تقول ده ربنا يخليه ليا، ده مش مخليني عايزة حاجة، ده حتى لو انت مخليها يعني عايزة، او هي مثلا حالتكم المادية على قدكم، بس هي لما تلاقيك كويس معاها هي هترفع منك قدام اهلها وكده، والناس اللي تعرفهم هتقول ده مش مخليني عايزة حاجة، ده ربنا يخليه ليا. غير بقى لما تبقى السيرة العكس، يعني تفضل تقول منه لله، ده بيعمل فيا وبيعمل فيا ومنه لله وربنا ياخده، وتفضل تدعي عليك بقى وتفضحك قدام الناس من كتر ما انت كبتها وقرفها في عيشتها. اعمل العكس بقى، اعملها كويس وشوف هي هتتعامل معاك ازاي، وشوف الحياة هتمشي ازاي. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. اعملوا لي اللايك بتاعكم الجميل، وقولوا لي بتتابعوني من فين، وقولوا لي رأيكم برضو في التعليقات على كلامي، وبيحصل معاكم الكلام ده ولا لأ. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.